عسلامة عمر. أنا في الوقفة الاحتجاجية لهنا قدام البرلمان لقيت برشا تضامن معك مع من زملائك، بما أنك أنت كنت تخدم لمدة 5 سنوات في بورت ميناء سوسة. اليوم لقيت روحك مطرود لأنه فقط حكيت مع وزير، بلغت على الفساد وحكيت مع وزير النقل. لقيت روحك اليوم مطرد وصغارك من غير دواء وما تنجمش حتى تقريهم. كان تحكي لنا كيفاش بدات الحكايه؟ الحكايه بدات سيد وزير النقل جاء سياره فوجئيه لبورت سوسه. أنا واحد من الناس تقدمت حكيت معاه السيد الوزير من غير لكن نحب نتكلم كلمتين، خليه تفضل ولد. حكيت له الوضعيه، حكيت معاه الفساد، قلت له لا عندنا صبان لا عندنا بريمات، راني نخدم هنا ولا راني نخدم بالهامش كيك نخلصوا تحت حيط لا فيشات لا ما عندنا حتى صبان ما عندناش. الفساد الكل كي حكيت فيه معاه وقلت له سيد الوزير هاني تو حكيت معاك وراني من غدوه راني واثق من روحي راني مش نصبح بطال. قال لي راهي مش مسيبه البلاد على قرنه باش تصبح بطال. جيت من غدوه نخدم على روحي. العارف قال لي بغا نمشي تو الوزير يخدمك. وصلت صوتي للاذاعات، وصلت صوتي للناس الكل كان نحب صوتي يوصل سيد رئيس الجمهوريه سي قيس سعيد، نحب صوتي يوصل له باش ينظر لي بوضعيتي. عندي مراه، عندي زوز صغار نقلي فيهم، عندي بنت صغيره مريضه بالسكر. مني هاني ما لقيتش باش نشري لها بنت ستيلوات الدويات، ما عنديش حتى كرني علاج انا باش نعديها. مني عمري 40 سنه الا مات وقتها باش نضمن مستقبلي ومستقبل صغاري. وانسان كاري عندي توا 5 شهور راني بطال واقف على العمل جمله واحده. ما كاينش انا باش نوكل مرتي وصغاري. مني اللي صدقني موقف في ستوب اني باش جيت توا لهنا قدام مجلس النواب، قدام مجلس النواب موقف في ستوب اني باش جيت من غادي يعني حتى لهنا. مني يا سيد الرئيس نداء يا سيد الرئيس، نداء يا سيد الرئيس، اغزر خونا، اغزر صاحبنا وزميلنا عمر فاش يقصر، اغزر لبنياته، اغزر الظلم اللي تعرض له بعد ما شجعنا وفرحنا بيك وفرحنا بالحكومه اللي قلنا هذيا باش تنصف المظلوم. مظلوم هاي عينه على المباشر يا سيد الرئيس. 5 شهور بطال خاطر بلغ على الفساد. 5 شهور بطال ما عندوش حق دواء بنته اللي صغيره اللي مريضه بالسكر. 5 شهور بطال ما عندوش باش يوكل صغاره. هل يعقل يا سيد الرئيس في تونس 2025 هكا يصير؟ انا باش نرجع وزير النقل اذا كان يسمع فيك اليوم شنو تقول له؟ نحب نقول له الله يرحم والديك واغفر لي لوضعيتي واغفر حتى لصغيراتي. كيما وعدتني قلت لي راهو ما يدور بك حتى واحد، ما يضرك حتى واحد، واني ما لقيت شكون يحميني، ما لقيت شكون يرجع، ما لقيت شكون يعاونني بصراحه. واني انسان 5 سنين نخدم معاهم، لا عندي لا صبان مره يصب عليك و10 لا ولا عندنا لا بريمات، ما تعب حتى شيء. وزيد من الفوق عرفي يشكي بيا كيفاش شرط له اسمه يحب قال لي والله ما نحشيك في الحبس. عليه ظلم ولا مش ظلم هذا؟ يا عباد ظلم ولا مش ظلم؟ قال بيه ربي هذا حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا، احنا بلغنا صوتك وان شاء الله يوصل للمسؤولين. وان شاء الله يوصل سي قيس سعيد سيد الرئيس، الله يرحم والديك وان شاء الله ربي ينصرك على المظلومين. شكرا.